ففضيلة الدكتور جوابه كان واضح انه افعل ما شئت ولكن بشيء ما يخرج عن المنهج. كتعليق على كلامكم الله يجزيكم الخير، والله الذي لا إله إلا هو لو طبق المسلمون دينهم تماما في بلاد المهجر والله لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. لو طبق المهاجرون فقط دعك من المسلمين، دعك من 130 170 مليار و700 مليون مسلم، دعك من هذا العدد. المقيمون في بلاد الغرب لو طبقوا دينهم تماما لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. لكن لما بيكتشفوا أنه في أخطاء كبيرة جدا، في تزوير وفي شهادات كاذبة وفي وثائق غير صحيحة من مسلمين. أنا كنت بألمانيا والله في مكان جامع كبير جدا يمكن ما في محل. علمت فيما بعد أن كل هؤلاء يقدمون تصاريح كاذبة أنهم لا يعملون، ويكفي تصريح من دون دليل تتقاضى مبلغ فلكي. فكل هؤلاء يعملون بالسوق السوداء، اسمه عمل أسود، وهم قدموا تصريح كاذب للحكومة الألمانية أنهم لا يعملون، لذلك استحقوا مبلغ كبير. له مبلغ لزوجته ولأولاده واحد، والمبلغ يمكن 300 يورو بالشهر. فإذا عنده 5 أولاد وزوجة عنده دخل فلكي وهو يعمل، يكذب. والألمان يعلمون ذلك أنهم يكذبون، بس بدهم يد عاملة، بدهم مفرخة للبيض، بدهم يد عاملة. فأنت كذب وجيب أولاد وذوقنا الأولاد. فهذا الألماني إذا كان شاف كل هالناس قدمين تصريحات كاذبة بيحترم الدين، والله ما تقدر تحكي كلمة عن الله عز وجل بألمانيا، ما تقدر. هذا وضع المسلمين. أنا أقول كلمة دقيقة، أنت ببلاد المسلمين واحد، وإن أخطأت يشار إليك بالذات وباسمك فقط. إلا أن المسلم في بلاد الغرب هو الإسلام. أقول هذا قلت بأمريكا، قلت بفرنسا، قلت بألمانيا. لك يا أخي هذا الألماني ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة ولا قرأ السيرة. هذا الألماني الإسلام عنده أنت فقط. الإسلام كله الدين العظيم أنت. بتقدم تصريح كاذب سقط الإسلام من عينه. اسمع الآية بقى، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف؟ لما أنت بتقدم تصريح كاذب، والله مرة حدثني أخ بالداخلية، حبوا مرة أنه ما بدنا نعمل قيود قديمة، يلي ما حج يقدم تصريح أنه أنا ما حجيت فقط، تصريح بيروح على الحج، واللي حاجز سابقا افتح مجال لغيرك. أقسم بالله 90% من التصريحات التي كتبت من قبل الحجاج كاذبة. تبدأ حجك بكذب، شو قيمة الدين عند المسؤولين صار؟ فهو الوزير طبعا عمل فخ كبير، قدم تصريح وفي عنده سجلات، وشغل الوزارة 10 أيام يشوفوا الأسماء حاجز سابقا 90% حاجين، وقدموا تصريح كاذب، والمسلم لا يكذب. أخواننا الوضع مأساوي جدا، لأن الغرب لما قوي علينا بأخطاء مو بلا أخطاء. لذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شو بيصير لما الكافر ما بيكذب والمسلم يكذب؟ بتوهم الكافر أنه على حق، يقول أنا ما بكذب، نحن على حق، قلت باطل. فأنت لما عم تغلط عم تقنع الكافر بكفره، يعني فتنته بكفره، أعجبه كفره، اعتقد بصواب كفره. هي المشكلة.